السلام عليكم الحباب. اليوم جيت نحضر معاكم حلوة سهلة خفيفة ظريف مليحة. القهوة حليب تاع الصباح ولا تاع العشية وكامل نحبوها، بصح جاب ربي نسيتوها، اللي هي صب الرشراش ولا حلوة سكرفات، كل واحد كيش يسميها. وباش نحضروا هاد الحلوة يلزم لنا 6 حبيبات تاع البيض، مغرفة تاع لافاني ولا مبشور الليمون، مغرفة صغيرة تاع الملح، كاس تاع السكر نذوبو حتى نخلطوهم حتى يذوب السكر ديالنا مليح. من بعد نزيدو عليهم كاس تاع الزيت وندخلوه مليح في البيض والسكر ديالنا. من بعد نزيد عليهم 2 أكياس تاع خميرة الحلوى ومغرفة تاع النشا، هو السر تاعها باش تجي خفيفة هو النشا، زيدي لها مغرفة تاع النشا وكملي لميها. طمي العجينة ديالك غير بالفرينة حتى تتحصلي على القوام تاعها اللي كيما راك تشوفي فيه في الفيديو، ما تكون طرية بزاف وما تكونش ناشفة بزاف. ونحو نخلو شوية من العجين ديالنا، نخلو شوية اللي نشفوها اللي هي اللي راح نسكرفجوها من الفوق كيما راكو تشوفوا معايا في الفيديو. تبعوني وشوفوا كيش راني ندير. هنا بعد ما نشفت العجينة ديالي نروح للمفرش تاع مليح في السنيوة ديالي، ندير عليها كونفيتور. انا الكونفيتور ديالي كان ثقيل، خففتو بشويه تاع المزهر وفرشتو كامل وما تلحقيش الاطراف باش ما يتحرقلكش في الفرن. من بعد تحكمي هذيك العجينه اللي نشفتيها تسكرفجيها عشوائيا كامل على الكاطو ديالك، كامل سوغ الكاطو ديالك، وديريها طيب، ما ديريهاش لتحت وما ديريهاش الفوق، ديريها او ميليو، ما راحش تاخذ لك وقت كبير. أنا دات معايا 12 13 دقيقة وكل وحدة تعرف الفوق ديالها كيش يطيب لها. وهنا الحلوة ديالنا راهي جاهزة وراكم تشوفوا فيها قدامكم، وإن شاء الله نكون خفيفة عليكم وتعجبكم الحلوة ديالي. سلام.